لحظة لحظة، نجم الهلال بيطير منهم وببلاش؟ إيه سمعتوا عدل، ببلاش. اللاعب اللي قطوا عليه 58 مليون يورو الحين بيروح ببلاش. السالفة بدت في صيف 2023 يوم الهلال جاب روبن نيفز بصفقة هزت السوق. البرتغالي صار هو عمود الفريق، كل مباراة تشوفه بالملعب ماكل الوسط أكل. لكن المصيبة وين؟ عقده بيخلص في يونيو الجاي، والإدارة حاولت وياه بكل طريقة يجدد، بس اللاعب قافل راسه. ليش عاد؟ لأن ريال مدريد داش بالموضوع بقوة، وعلى كلام صحيفة اليوم السعودية نفز متفق مع الريال بالكلام، خلاص بينتقل لهم أول ما يخلص عقده مع الزعيم. تخيلوا بس، الهلال يدفع ذاك المبلغ وبعد سنتين اللاعب يمشي صفر، لا ريال ولا هم يحزنون. هذه صفقة الموسم بس للريال مو للهلال. يعني كأنك تقول جاك الفرج يا مدريد، والهلال الله يعوضه. الحين السؤال القوي، هل الهلال بيقدر يغير راي نيفز في الشهور الجاية ولا الريال خلاص حاسمها؟ وإذا راح نيفز من بيغطي مكانه في الملعب؟ خلوكم ويانا بكرة، لأن عندنا علوم جديدة بتولع السوشيال ميديا. ولا تنسون السبسكرايب وتطقون الجرس عشان ما يطوفكم شيء. يلا نشوفكم على خير.